يا أبناء محافظة عدن، أنا سعيد أن أحضر هذا التجمع الديمقراطي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في محافظة عدن، ونحن على عتبة جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة في 27 من إبريل، يوم الاستحقاق الدستوري لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم، ألا وهي الانتخابات النيابية. ونحن من هنا من عدن ندشن هذه الحملة الانتخابية كما دشنا كثير من الفعاليات الهامة والتحولات في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، دشناها من عدن البطلة، عدن السياسة والثقافة والسياحة والرياضة. عدن لن يأتي منها إلا الخير لشعبنا اليمني العظيم. أتت منها 30 من نوفمبر و22 من مايو، ذلك اليوم التاريخي العظيم، يوم التحول السياسي والديمقراطي، عندما أعلنت الجمهورية اليمنية من عدن من قصر 22 مايو من التواهي. وها نحن اليوم ندشن الحملة الانتخابية، بدأت من الحديدة وريمة وحجة، واليوم من عدن، وأيام قادمة من كل من أبين ولحج والضالع وحضرموت وشبوة وصعطة ومارب والجوف وذبار والبيضة وصنعاء والمحويت وإب والمهرة وكل محافظات اليمن. ندشن حملة ديمقراطية انتخابية، وندعو فيها كل المنظمات الدولية إلى الإشراف على سير العملية الانتخابية الحرة دون تحفظ، سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن أو من الدول الشقيقة والصديقة، فنحن نرحب بالإشراف على هذه الانتخابات. ونكرر دعوتنا لأخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب اللقاء المشترك أن يشاركوا بفعالية، وأن يتجاوزوا الصغائر، وأن يكبروا بكبر هذا الوطن، كبر 22 مايو الذي هو ملك لكل اليمنيين واليمنيات. أيها الأخوة الأعزاء، أيتها الأخوات، نبتعد عن المكايدة والمكابرة والتمترس العقيم وراء بعض قيادات شاخت ولا عد تعرف أن تعطي لهذا الوطن شيء إلا بضاعة الكلام، بياعين مشتريين في الكلام. الأخوة الأعزاء، سئمنا الكلام، وعدن هذه البطلة ومحافظة الجنوبية والشرقية كرهت الكلام، لا مشروع نراه ولا كهرباء ولا تلفون ولا طريق ولا جامعة ولا صحة، عدا الكلام. سئم شعبنا الكلام، الآن يلامس الحقائق، يلمس الطريق والجامعة والمدرسة والمستشفى والتأمينات الاجتماعية والاهتمام بحياة المواطنين ومعالجتهم ومعالجة قضاياهم. نحن على مدار 21 سنة من يوم إعلان الجمهورية اليمنية المباركة من عدن الباسلة، نحن ونعالج مخلفات النظام الشمولي من المعاصي والمرتبات والمؤممات والمساطرات. خلال 20 عام نعالج هذه المخلفات. لا تنغبشوا بيوت الحرب مضرة، اتركونا لا نفتح الملفات، نتجه نحو التصالح والمصالحة. اتركونا من العودة إلى الماضي سيء بكل المقاييس. خلونا صفحة 22 مايو طوت وإلى الأبد صفحة الماضي.
اتركونا الآن أتذكر لكم الملفات الدسمة والشخصيات القيادية البارعة الذي فجرت ثورة أكتوبر ودافعت عن سبتمبر وناضلت من أجل تحقيق 22 من مايو. أين مصيرهم؟ اتركونا وناموا، وما أحد يأخذ حقه وحق غيره. خلاص، عفا عليكم الزمن، عفا عليكم الزمن. نحن نبني جيل جديد، جيل جديد واعي متسلح بالعلم وبالمعرفة لا بالمكايدة. نبني جيل واعي نظيف، حقوقيين، مزارعين، أدباء، مثقفين، اقتصاديين، سياسيين، واعيين، باحثين، علماء. كنت أنا في جامعة عدن في الأسبوع الماضي وشاهدت معرض يقدمها الشباب والبحوث الجميلة. البحوث الجميلة شواقين إلى البحث العلمي، إلى معالجة قضايا الناس، إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطاقة وغيرها. لا يفكروا كيف يرتبوا وضع الناس في الحاويات أو المقابر الجماعية، ما عندهم هذا البحث. هذا بحث علمي واضح. كنت أريد أتحدث معكم كثيرا، ولكن الشمس حارقة والشمس محرقة ومضرة أحيانا. مرة أخرى أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.